فشعب سوريا ليس فيه أقليات، نحن لا نؤمن بالأقلية أبدا. لو كان عندنا واحد فقط من البشر يحمل الجنسية السورية وهو زردشتي فله نفس حق مفتي الجمهورية، له ما لي وعليه ما علي. لو وجد في سوريا ملحد لا يؤمن برسالات السماء ويحمل الجنسية السورية، له ما لي وعليه ما علي. من أين جئنا بهذا؟ جئنا به من القرآن الكريم ألف لام ميم، حينما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل مكة: لا أعبد ما تعبدون، ولكن هل أقاتلكم؟ هل أقتلكم؟ قال: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الذي صنعتموه ولي دين الذي صنعه الله لي. فما قاتلهم، هم من قاتلوه، هم من أخرجوه، هم من ذبحوا ياسر على الصليب وسمية تطعن في بطنها على الصليب، وما طعن منهم أحد وما قتل منهم أحد. وكذلك المسيح ما قتل أحد وقتل أتباعه وصلبوا. أما لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود ووجد بعض النصارى، ماذا قال لهم؟ سأدمركم، سأقتلكم. قال: يا أهل الكتاب، ألف لام ميم، يا أهل الكتاب، يا من عندكم كتاب من السماء ككتابي الذي أنزل من السماء، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة التي ستساويني بها يا محمد معك وهو اليهودي أو المسيحي؟ أن إلهي وإلهك واحد، ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله.